شعب أمريكا يتمرد ضد أوباما لدعمه الإخوان ويطالب بانتخابات مبكرة. ماذا يجري في الولايات المتحدة؟ تظاهر الملايين من الأمريكيين المناهضين للرئيس باراك أوباما لمطالبته بالتنحي عن سدة الرئاسة. 100 مليون أمريكي احتشدوا ضد الرئيس باراك أوباما، وأكثر من 30 مليونا تظاهروا ضد الرئيس المعزول محمد مرسي في مصر. وقد صرح مصدر أمني أن جموع المتظاهرين الذين احتشدوا أمس في الميادين البلاد كافة لدعم مبادرة لا للإرهاب قدروا بنحو 30 مليون مواطن مصري. حركة غير عادية في البيت الأبيض، فأين هو أوباما؟ In breaking news, CNN reports a possible military coup. في خبر عاجل ورد الآن، أفادت قناة CNN باحتمال قيام الجيش الأمريكي بتنفيذ انقلاب عسكري. Breaking news. Egypt's now former president Mohamed Morsi has been ousted in a military coup. متظاهرون أمريكيون ومصريون كل في بلده يطالبون بعودة الشرعية. اعتقالات في القاهرة وواشنطن لسياسيين من حزبي أوباما ومرسي، وإقفال محطات تلفزيونية في البلدين، وإعلان حالة طوارئ. عين الجيش رئيسا مؤقتا، وسنعمل على صياغة دستور جديد للولايات المتحدة بحلول يناير. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. أوباما ما زال في منصبه، لكن مرسي محتجز. فناشطون معارضون للانقلاب العسكري قرروا التوجه غربا في حملاتهم لمخاطبة الرأي العام وحتى المسؤولين لقراءة حقيقية لما يجري في مصر. وأفضل طريقة للمقاربة هي محاكاة لانقلاب افتراضي ضد أوباما.